هذه واحد الوصفه اللي كلشي كيقلب عليها، كلشي بغى يلبس الصنداله في هذا الصيف، كلشي بغى قديمات زوينين ما فيهمش تشققات، ما فيهم حتى شي حاجه. في القديمات كتلبسي الصنداله وانت عاجبك الحال وانت فرحانه لان رجيلاتك زويونين. غنعطيك جوج وصفات في وصفه. اول حاجه غتشوفي لي الخل اللي عندك في الدار، اي بيت مغربي فيه الخل واي بيت مغربي فيه الخميره. الخميره ديال الدار بطبيعه الحال هي المعجونه، هي هذه. كتاخدي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه اولا الخميره حبيبات، كديري فيها تقريبا شي 5 المعالق ديال الخل. الخل كان هذا كان احسن. كتخلطيها مزيان، كتميلونجيها مزيان حتى كيندمج الخل مع الخميره، وكتخليها ما حتى كتخدميها وهي كتندمج، حيت صعيب باش كتندمج الخل مع الخميره. عطيها وقتها حتى كتندمج مزيان. تيكون عندك شويه الصابون البلدي في الدار، كتاخديه على جنب واحد نص حامضه، كديري الحامض كتعصري داك نص حامضه، كتعصري على الخميره كتفاعل دغيا الخميره مع الخل والحامض كتفاعل. عرفتي البنات، هاد الوصفه هذه كل وحده كتقلب عليها. دابا وقت الصنداله، دابا وقت كنبغيو نخليو رجيلاتنا بلا تقاشر، كنبغيو نشوفو قديماتنا زوينين. من بعد البنات هذا المقشر هذا اللي كينقي البشره بطبيعه الحال، وكان من بعد ما كينقي البشره ما شاء الله كنزيدو موراه كنديروا واحد الوصفه اللي هي زوينه، اللي هي كتخلي قديمات حمرين وكتخلي قديمات ديالنا رطبين. غناخذ واحد معلقه كبيره ديال صابون البلدي، معلقه كبيره تكون عامره. الا كان عندكم صابون البلدي سايح غادي تهزوا 2 معالق ولا القياس ديالكم اللي بغيتو. كتعاودي تخلطي مزيان. الجهد اللي تجانس لك الوصفه، راه ملي كتحطي هاد المكونات كاملين كتبدا تتفاعل، هي كتفاعل وانت كتحركي. تيبقى خاصنا غير شي حاجه باش غادي تجمع لينا هاد الوصفه باش نحطوها في القديمات ديالنا تبت ما تسيحش. تيبقى لك الاختيار، يا اما تزيدي عليها معلقه كبيره ديال المايزينا، يا اما غتزيدي عليها معلقه ديال الشوفان مطحون. تيبقى الاختيار ديالك. نعاود ميلونجي شويه البنات كما حدك كتميلونجي وهي كتفاعل حتى كيتجانس هذوك المكونات كلهم في دقه واحده. كما قلت لكم البنات، هاد المكونات راه كاينين في كل بيت. كناخذ واحد معلقه ديال القهوه، كتعرفوا القهوه زوينه في التقشير، زوينه في التبييض، كتعطي واحد الرطوبيه لا مثيل لها، زوينه بزاف. كديري واحد المعلقه ولا 2 معالق. شوفي هاد المكونات كلهم اللي كنعطيك، عينك ميزانك. ولا نقول لك انا معلقه ولا 2 معالق، عينك ميزانك. بغيتي ديريها بوحدك، بغيتي ديريها مع شي حد اخر في الدار عندك، محتاجه غير كميه قليله، محتاجه كميه كثيره، داكشي تيبقى ديالك. كتخلطيها مزيان. هاد الوصفه الرائعه اللي كتخلي الرجيلات من التحت بسرعه كيرطابوا، بسرعه كيرطاب فيهم ديك لابومورط. البنات ما كتبقاش لابومورط كلها كترطاب وكتذوب بواحد الطريقه زوينه، حيت ملي غادي تابليكيها على الرجيله بطبيعه الحال غتلبسي واحد التقشرات ديال السيليكون. هنا البنات كما قلت لكم، اما النشا مايزينا يا اما الشوفان مطحون. الجهد اللي كيخلي الوصفه كتزيد الوصفه كتكون زوينه على القدمين ديالنا، وكتزول داك التشققات ديال الرجلين وداك الحروشيه، وفي نفس الوقت كتختر. ما كتبقاش تتابليكي على رجليك وهي كتكون سايحه. وكتميلونجيها مزيان بطبيعه الحال. دوك المكونات البنات دغيا غادي تجمعيهم وغادي يتفاعلوا مع بعضياتهم. تخليها واحد شويه حتى تتفاعل اكثر واكثر وتعطي المفعول ديالها. كتوجدي ليا تقشرات وكتابليكيها وكتبقاي تفركي. ابليكيها على القديمات ديالك ورجيلات كاملين من التحت ومن الفوق ومن بين صبيعاتك، من القدام من الفوق كلها. لبسي الرجيله كامله ولبسي عليها السيليكون، وحتى تعطيها الوقت ديالها واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، ولا بقيتي تخليها وانت كدوري في الدار كتشقاي. الساعه اللي غتجلسي غديري البيغ بونس وغادي تفركيها. انت كتحكي وهي كتجيك سهله باش كيطيحوا ديك لابومورط كلها كتنزل. انت كتحكي وهي لابومورط كتنزل. دابا البنات غنعطيكم واحد المرطب. من بعد ما تغسلي رجليك شنو غديري؟ كتاخدي واحد المعلقه ديال الفازلين، وضروري ما يكون عندك في الدار واحد شويه ديال العكر الفاسي اولا شي حويجه زوينه اللي يكون هكا تتخلي القديمات حمرين، شي مخمريه. ولا كتاخدي الزيت المعروف جونسون اللي كيصلح دائما للرجيلات، كتاخدوه
كما قلت لك دائما كديري غير عينك ميزانك. كنوجد واحد معلقه ديال النشا، ضروري البنات معلقه النشا، هي اللي على حسب التكستور اللي غنشوفو، واش خاصنا معلقه صغيره ولا معلقه كبيره، ولا على حسب القياس اللي غنديرو. وكنميلونجيو، وضروري من واحد القطيره الحامض باش هكا تتكمل معنا الوصفه كتولي كريميه. قلنا المايزينا وقلنا الحامض، معلقه صغيره ديال الفازلين والمايزينا والحامض والفازلين وشويه ديال العكر الفاسي اللي غيخلي الرجيلات ديالنا يوليو زوينين. من بعد ما غادي نرطبوهم منين نحك رجيلاتي ونغسلهم، غنبغي واحد الترطيب. هذا البنات هو الكريم اللي غادي تصاوبي وغيبقى عندك، كيصبر معاك واحد المده شحال ما بغيتي. وما نساوش البنات دائما ملي نكونوا كنشقاو في الدار ديما رجيلاتنا يكونوا مغطين، ما نلبسوش الصنداره ديال البلاستيك. الصنداره البلاستيك البنات هي اللي كتخلي داك المشكل ديال تشقق القدمين في الرجيلات ديالنا. الصنداره ديال البلاستيك ديما كدير هذا المشكل. اولا كتلبسوا صنداله وديك الصنداله البنات كتكون خارجه، تيكون القدم ديالكم خارج على القياس الصنداله، كتكون الصنداله في القدم قاده مع القدم. هذوك البنات من الاسباب اللي كيسببوا لينا تشققات في الرجيلات ديالنا. قد ما لقيتي تبعدي من الصنداله ديال الميكا ولا السنيطلات اللي يكونوا مزيرين لرجيلاتك، كتبقى ديما رجلك زوينه. وبالنسبه للبنات العكر الفاسي، عندكم المخماريه ديروها حتى هي كتبقى زوينه في الرجيلات، كتعطي واحد النظره زوينه. عندكم شي عكر ديال 24 ساعه كتنجروا منه واحد شويه، كتخلطوه حتى هو زوين بزاف مع هذه الوصفه. تقدري ديري هذا العكر الفاسي بحال هكا، تيكون كيتباع عند العطار، تيكون غبره، كديري واحد الكميه قليله وعينك ميزانك، كتخلطي الوصفه وكتبقى عندك. رديها لذاك الحكيك اللي عندك خاوي ديال الفازلين، اولا ديريها في شي حكيك اخر ديال الزاج، كتبقى عندك مده طويله. وقت ما احتاجيتيها لا ليديك ولا رجليك كتعطيك واحد الحموريه اللي كتكون زوينه وما كتكونش معيقه، ما كتكونش باسله. كتطليها رجليك وكتبقى. علاش البنات هنا كنقول لكم الا درتو الفازلين كتعطي واحد كتثبت في الرجل، كتثبت مزيان. واخا تيكون داك الفازلين كيخليها تسيح سميتو هذاك النشا ديال الذره البنات، كيخلي الوصفه تثبت لك في الرجيلات ديالك. كنتمنى عجباتك هذه الوصفه هذه، تسجليها عندك، راه كتعطي واحد المنظر زوين في الرجيله، وفي نفس الوقت الرجيله كتكون رطبه. كما قلت لكم البنات، الوصفات بحال هادو لا عجبوكم قولوهم ليا، خليو لي في التعليق وغادي نخلي لكم هاد الوصفه. الوصفه زوينه، الا عجباتك حاولي تحفظي الفيديو عندك وما تنسيش البصيمه، وديما الجديد ان شاء الله.